بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بداية كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كوباية شايك المتينة، مج نسكافيه او فنجان قهوة، وتعالوا نرغي شوية كده ونفضفض لبعض. امبارح كنت بشوف ريفيو عن قصة كده وقلبت عليا المواجع يا ولاد، تقليبة يعني كده. القصة دي اسمها قصة جيمس للكاتب بيرسيفال إيفريت. الراجل ده أخد القصة بتاعت مارك توين، مغامرات هاك. القصة دي كان فيها عبد أسود من الأمريكان الأصلهم أفريقي، بس يا حبيبتي بس ده ابتسامه حزلقوم جنبي، اللي هم العصافير بتوعي. المهم أخد الرواية دي، كان فيها هاك ده بيعمل مغامرات، وكان في عبد أسود من الأفارقة الأمريكان قبل موضوع التحرير. والراجل ده طول القصة كان كلامه قليل، كان مهمش، ما كانش ظاهر في القصة خالص، كان صامت كده. وكتب الرواية هي نفس الأحداث ونفس الأماكن، بس على لسان جيمس داود. قعد بقى عرض مشاعره وعرض تفكيره، كان الرواية بتتكلم ازاي هو كان بيهرب. المهم يعني الرواية دي فكرتني قد ايه ممكن الأحداث بنفس الأماكن ونفس الأشخاص حد يحكيها من وجهة نظره فتختلف تماما. واظن كلنا عارفين، انت بتيجي كده واحده جارتك واحده صاحبتك تيجي تقول لك ده حصل وسوى 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 وسوى، وتطلع نفسها مظلومه. تيجي تسمعي من وجهه نظر الطرف الاخر بيبقى نفس الاحداث بالظبط، بس من وجهه نظره بتلاقي القصه اختلفت تماما. إيه الروايه بقى كانت كده هو بيحكيها من وجهه نظره، بصينا لقينا حاجه يعني الراجل العبد دوت الساكت على طول، اللي بيتهته في كلامه، ما بيعرفش يتكلم عن نفسه غير يسأل الناس. الناس حبت تساعده وحد نصحه وحد قال له لا هو كان بيتكلم انجليزي كويس قوي وقال عمل نفسه كده وهو وساكت ومركز في الحوار كويس وبيتكلم كده بهدوء. فكرني زمان وانا لما كنت صغيره، اربع خمس سنين ممكن، كمان كنت صغيره. انا مع ست بابا الله يرحمه ويحفظ ابهاتنا كلها ويدي الشفاء واليمين، ونام انا ما حسيتش. ده خلاني من غير ما احس طبعا ما حسيتش وانا محطوطه تحت الوضع. البيت نام مفتوح وسرير طبعا غسل المواعين. بعد ما غسل المواعين فكرت ان ده صوت البيت وعدت عليه. فكرت ان انا موجوده. زوجي في مره جه لقاني متوتره جدا وان هي كانت متكلمه معايا باسلوب وحش، وطبعا انا كالعاده ما بعرفش بمشي اموري، بوافق اللي قدامي حتى لو غلطان. قال لي كلمه كده كانها كده عصايه سحريه والله، قال لي ما تسمحيش لحد يجي عليكي ولا يقل منك وانا في ظهرك. بس هي الكلمه يعني حسيت بعدها ان بجد والله شخصيتي اتغيرت جدا. ما بقتش اسمح لحد يجي عليا او ينتقص مني. هو اكيد ان هي ما اتغيرتش، لان ما فيش شخصيات بتتغير كده فجاه يعني كده، ولا الا كنا يا سلام. هو بس شخصيتي الحقيقيه تحس ان هي ظهرت بعد ما حسيت بالامان. حسيت ان انا ليا ظهر، ليا سند، ان والله مش حكايه ان حد هيعمل حاجه مكاني. إيه
ولا حكايه ان انا كان بيجي عليا وانا صغيره، بالعكس انا كنت محميه من اخواتي كلهم. اي حاجه هم اللي بيتصدروا. يمكن عشان انا صغيره، ماما كانت لحد كليه مثلا، هو انت اللي هتنزلي تجيبي هدومك؟ لا استني لما اختك تنزل تجيب لك. تخيلوا بقيسوا على كده كل حاجه في حياتي يا جماعه. زوجي برضو كان اول زواجنا اللي هو واخدني، عارف ان انا في بيتنا كده، هو عامل لي نفس الحكايه كاني بنته مش كاني مراته، كان بيتصدر في كل حاجه. لحد ما لقى الموضوع بقى لود عليا، بقيت متوتره، بقيت خايفه من كل حاجه. لا انا كده ما بحميكيش، انا ببقى في الشغل كده انا قلقانه عليك. لدرجه ان انا عايزه اقول لكم ان والله قبل ما نتزوج، احنا كنا هنسكن في شقه، ولما عرف ان اصحاب البيت دول مش كويسين، وان هو هيبقى مش مطمن عليا وهو في الشغل، ساب البيت وغير الشقه فعلا. لما قدر الله واتنقلنا احنا من مكان لمكان كده، كان في ظروف حصلت لنا، ضربات كتير. فلما بقى مش كل مره هيجي يلاقي نفس التصرف، ولا ان حد بيأذيني وهو هيجي يتصدق، فابتدى يقول لي كده، إيه، هو مش هيكون معايا طول الوقت. ده اللي انا عايزه اقوله لكم، ان احنا برضو مع اولادنا مش بنكون معاهم طول الوقت. الولاد لما بيحسوا بالامان معانا ان هم يحكوا من غير خوف، من غير توتر، هيطلعوا حاسين بالامان، هيطلعوا حد سوي، محدش هيقدر يجي عليهم او يكسرهم. احنا من اول الروضه، من اول ما بنوديهم الحضانه ما بنكونش معاهم. لما نيجي نجري نعمل لهم دوت ونعمل لهم دوت، احنا بنطلع ناس ما بتعرفش تتصرف. بس يا حزلقوم، احنا بنطلع ناس مش هيجوا يجروا علينا ويعيطوا واحنا نتصرف. احنا بنشوف مهازل والله العظيم. يا جماعه خلوا ولادكم يعرفوا يتصرفوا في المواضع اللي هيقابلوا تنمر. والله انتوا عارفين ان التنمر ده بيحصل من الحضانه، من التربيه الغلط. اضرب دوت يا حبيبي، مش عارفه تف على عمه يا حبيبي، مش عارفه ايه، ونسقفه للعيال. بيجي بعد كده ده بينعكس على عيالنا احنا في الحضانه، بيطلع معاهم بعد كده في المدرسه. لا احنا نخلي عيالنا يعرفوا يواجهوا، نديلهم الامان ان احنا السند والظهر، بس هم يواجهوا. المهم يعني ده اللي حصل كان الريفيو، وقلب عليا كل المواجع ده كده وانا بشرب الشاي بالنعناع، ما اقولكمش يعني. فلو حابين ان احنا نعمل سلسله علشان نتكلم في التربيه، احنا على طول بنسمع يا جماعه ربوا عيالكم، يا جماعه ربوا عيالكم، والتربيه مش اكل وشرب وعلاج ونجيب هدوم ونلبس، لا دي اسمها رعايه يا حبايبي. انما التربيه حاجه تانية خالص. المجتمع عندنا، تحس ان المجتمعات ابتدت يعني نشوف حاجات غريبه، والله احنا بنشوف حاجات اعجب مما تتخيل في المجتمعات. فعايزين نرجع كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطه من اول السطر، ونعرف نربي عيالنا صح ازاي. لو الموضوع مهم بالنسبه لكم قولوا لي في التعليقات والكومنتات، ويا ريت اللي وصل لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك وبالشير، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا، وحابه اسمع ارائكم.